النهاردة حبيت اعمل معاكم وصفة البانكيك. من اسهل الوصفات اللي ممكن تجربوها، ومقاديرها بسيطة جدا. خلينا نشوف المقادير ايه مع بعض. انا هنا معايا بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وهنزل عليها بمعلقة فانيليا صغيرة، هقلبهم كويس. هنزل عليهم كمان ب3 معالق سكر او معلقتين سكر كبار، 3 معالق صغيرين او معلقتين كبار. هقلبهم كويس لحد ما احس ان السكر بدأ يعني يدوب شوية، ولون البيض افتح شوية معايا. بعد كده هنزل عليهم ب3 معالق زيت نباتي، او لو عندك زبدة ممكن ننزل بزبدة، مفيش مشكلة. بس انا بفضل اعمله بزيت احسن، يعني بيبقى افضل معايا. وهنزل عليهم بكوباية حليب، وهقلبهم كويس جدا. بعد كده هكون نخلة معايا كوباية دقيق وعليها معلقة بيكنج باودر صغيرة، هكون نخلاهم قبل ما اشتغل. وهنزل معلقتين دقيق. اول ما الكمية اللي هنزلها بتدوب معايا، هنزل بالكمية اللي بعدها على طول. البانكيك من ألذ واسهل الحاجات اللي ممكن نروح نشتريها من بره بشيء، يعني بفلوس كتير. يعني طبق صغير بانكيك ده في مصر اعرف ان هو بقى غالي جدا، عشان شوية شوكولاتة وشوية فاكهة بيحطوها، فممكن يبيعوا الطبق غالي جدا. لا، احنا ممكن نعمله في البيت ونوفر على نفسنا. لو عندك بيضة وشوية لبن وعندك دقيق، نعمله في البيت ونعمله بطريقة حلوة جدا، وطريقة مغذية انت اللي عاملاها بايدك. وممكن بدل الشوكولاتة ممكن نستبدل كل ده بعسل، فطبق حلو قوي ومغذي جدا للأطفال. انا هنا بجيب العلب دي متوفرة عند بتوع مستلزمات الحلويات. انا بجيبها وبحط فيها البانكيك عشان اقدر اتحكم في حجمه، وبكون فاتحاها من فوق شوية. خلاص دي ببقى عاملاها للبانكيك بس، بخليها للبانكيك بعمل بيها. بتبقى عايزة تعملي وسط بتعملي وسط، عايزة تعملي صغير بتعملي صغير، تعملي كبير براحتك. بس بتعرفي تتحكمي عن المعلقة وعن اي حاجة تاني. انا بفضلها بصراحة جدا للبانكيك. وهتلاقيها مش غالية قوي، يعني هتلاقيها ممكن ب5 جنيه مثلا. العلبة دي مش غالية. بس انا هنا كنت حطيته على نار متوسطة خالص، بس كانت طاسة سخنة. واول ما يطلع بابلز كده، فقاعات كده، بقلبه خلاص على طول على الناحية التانية، بعرف ان الناحية اللي تحت استوت. بعدين ما تسيبوش، لانه من الحاجات اللي بتتحرق بسرعة جدا. بصي كده كان لونه ممتاز معايا. خلصت الكمية كلها اللي انا كنت عاملاها. انا كنت عاملة المقدار ده، البيضة وكوباية اللبن وكوباية الدقيق عملت معايا كل ده. يعني انت لو عندك حد ممكن تعملي المقدار الصغير ده وتصغري البانكيك اكتر، هيرمي معاكي كتير جدا. انا حبيت اقدمه طريقة تقديمه تبقى حلوة، زي كأني مثلا في محل حطيت معاه فواكه، حطيت فراولة وكيوي. ودايما الاطباق اللي بتتقدم في اي مكان بره بيقدموا معاه فراولة وكيوي وموز، بس انا بحبه اكتر بالفراولة بصراحة. بتبقى حلوة جدا، لايقة معاه مع الشوكولاتة. ما عندكيش شوكولاتة ومش متوفر عندك فاكهة وعايزة تقدميه، ممكن تقدميه بعسل ابيض، بيبقى حلو جدا. والاولاد كمان بيبقى مغذي جدا. انت بتقدمي لهم وجبة غذائية متكاملة، فيها بيض وفيها لبن وفيها حاجات كتير. بس انا كان عندي شوكولاتة في التلاجة، طلعت منها جزء وسيحته، وزوقت البانكيك كطريقة تقديم مختلفة. لو انا عندي حد وعايزة اقدمه لحد، هقدمه بالشكل ده. بس وكنت خلصت كده الكمية كلها. بتمنى تكون الطريقة عجبتكم. وقلت لكم احنا ان شاء الله هنركز مع بعض على الحاجات اللي احنا بنشتريها من الشارع، ونوفرها ونعملها في البيت. اكل صحي بطريقة حلوة. وان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات حلوة قوي. بتمنى تكون الوصفة عجبتكم. ولو عجبتكم قولوا لي في الكومنتات لو محتاجين ان انا اعمل لكم اي حاجة تاني. واشوفكم تاني على خير، وباي باي.